السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسماء البستاوي، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي تعملي فانوس سبونج بوب بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هنركب له وحده الصوت والضوء، وباذن الله في اخر الفيديو كمان هنوزنه علشان تقدري تصعريه بكل سهوله. عايزاكم تشوفوا بجد شكله حلو جدا، وكمان هقول لكم ازاي تعملوا منه المقاس اللي هنعمله النهارده، او لو حابين تكبروه شويه. تمام، يلا بينا نشوف الخامات والطريقه مع بعض. واول حاجة معايا بالنسبة للخامات، الخرز اللي انا هستخدمه النهاردة اسمه خرز الضرس مقاس 10. بالنسبة للالوان اللي انا هستخدمها هقول لكم ايه الالوان الاساسية، زي مثلا اللون الاصفر ده اساسي مش هيتغير معايا كمان اللون الاحمر برضو لون اساسي، وكمان معايا الاسمر لون اساسي. تمام، بعد كده معايا الوان تانية زي الازرق والابيض. تمام، بالنسبة للون الازرق هو اللي ممكن تغيريه باي لون تاني، زي ما انتوا شايفين الفانوس اللي قصادكم اللي انا عاملاه خلاص الوانه غير اللي احنا هنشتغله دلوقتي مع بعض. وبالنسبة للخامات دي كلها انا هستخدم خيط مقاس 60 علشان يبقى مناسب جدا، والخرزة اصلا بتبقى مربعة فبتكون سهلة جدا في الشغل. معايا كمان وحدة صوت وضوء. واول حاجة معايا هبتدي ان انا اخد قطعة من الخيط بالشكل ده. عاوزاكم بقى تركزوا معايا في الخطوات او تجيبوا الخرز ونشتغل سوا علشان تقدروا تعملوه بكل سهولة. هبتدي دلوقتي ان انا الضم 4 خرزات، واحدة زرق او 3 ابيض بالشكل ده. بعد كده همسك طرفين الخيط وهسيب الازرق، وهبتدي ان انا انهي في تالت واحدة من اللون الابيض. تمام، بعد كده برجع فيها وبعمل حلقة وببتدي اسحب طرف الخيط التاني، وبكده تكون اتكونت معايا غرزة رباعية مكونة من 4 خرزات، واحدة بس ملونة و3 لون ثابت اللي هو الابيض معايا. بعد كده خلاص انا حددت كل جزء او كل فتلة خيط اللون بتاعها ايه. هبتدي ان انا الجنب اللي فيه اللون الازرق هحط واحدة بس، والطرف التاني هبتدي ان انا احط 2 من الابيض، وبعمل الحلقة وبيكون دي الطريقة. بعد كده بنفس الطريقة وبنفس الخطوات هبتدي ان انا اعمل 11 غرزة بنفس الطريقة. بعد كده ببتدي ان انا اعدهم عشان اتأكد ان هم عددهم 11، لان انا المفروض يبقوا 12، فهبتدي ان انا كل 3 بزقهم كده او بقفلهم بالشكل ده. تمام، بعد كده كل 3 لغاية اخر حاجة هلاقيهم 2 بس، وهقفل بالتالتة بتاعتهم. هقفل ازاي؟ معايا طرفين الخيط اهو، جنب بتاع الخرز الابيض بحط فيه واحدة بس، والجنب بتاع الخرز الازرق برضو بحط فيه واحدة بس. بعد كده الجنب اللي فيه الخرز الابيض اهو. تمام، هاجي على الجنب التاني الازرق وابتدي ان انا اعدي طرف الخيط في الخرز بالشكل ده، وبعد كده هنهي في الخرز اللي انا لسه ضايفاها دلوقتي، بحيث ان انا عايزة الخيط بتاعي يبقى طالع من الجنب ده. تمام، يبقى انا عملت الغرزة الاخيرة اللي هي رقم 12 بالطريقة دي، لان انا محتاجة الخيط يبقى طالع معايا كده. بعد كده هبتدي ان انا بصوا اهو، هبتدي ان انا اعمل 3 غرز من اللون الابيض بس، باجي على طرف الخيط وهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات من الابيض، بسيب 2 وبرجع في التالتة، وطبعا بسحب منها طرف الخيط التاني، بتتكون معايا غرزة رباعية باللون الابيض. تمام، بعد كده بعدي طرف الخيط في الخرزة اللي عليها الدور، وبعمل برضو غرزة رباعية، وبما ان معايا خرزتين من الابيض يبقى انا محتاجة كمان 2 علشان يبقوا مجموعهم 4. تمام، دي 1 2، بسيب واحدة وبرجع في التانية، وده بيكون شكلها. بعد كده هعمل الغرزة التالتة زيهم بالظبط، بعدي برضو طرف الخيط اللي تحت في الخرزة اللي عليها الدور، والطرف التاني ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين من اللون الابيض، بحيث يبقى انا كده عملت 3 غرز رباعية من اللون الابيض. وهقول لكم فايدتهم ايه او الفكرة بتاعتهم ايه، لان احنا كده لسه برضو ما دخلناش في جسم الدبدوب او في جسم الفانوس اللي احنا بنعمله النهاردة. زي ما انتم شايفين اتجاه الخيط جاي هنا، انا عايزاه يبقى في الخرزة الزرقاء اللي هي اول واحدة في الصف، فبالتالي كل اللي انا هعمله هبتدي ان انا اعدي طرفين الخيط في الغرزتين دول. بصوا ببتدي ان انا اعديهم كده بالترتيب بتاع الخرز، علشان الخيط بتاعي ما يبقاش شكله وحش ويبقى ماشي بالترتيب. تمام، وبمجرد ما بعديه كده ببتدي ان انا اعديه في الخرز اللي انا محتاجة اقف عندها بالشكل ده، والطرف التاني بنفس الطريقة. تمام اهو،
بمجرد ما بعمل كده بلاقي طرفين الخيط طالعين من الخرزة اللي انا عايزة اشتغل عندها. هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اشتغل باللون الازرق. هبتدي ان انا اخد 3 خرزات، تمام، بحيث ان انا اعمل غرزة رباعية عادية خالص، بس انا عايزاها تبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اهو. غرزة رباعية عادية اهي، انا عايزاه يبقى عامل كده. يعني انا مش عايزة الغرزة دي تبقى زي الابيض اللي قدامها، لا انا عايزاها تبقى واقفة بالشكل ده، تمام. فبتنيها بالشكل ده وباجي على الطرف اللي تحت اللي هو ناحية الخرز، ببتدي ان انا اعديه في الخرزة اللي عليها الدور، تمام. والطرف التاني ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين من اللون الازرق عشان اعمل غرزة رباعية كمان مرة برضو باللون الازرق، تمام. كونت معايا غرزة رباعية اهو. لازم اشد الخيط بتاعي كويس جدا اهو. بعد كده طرف الخيط اللي تحت برضو بعديه في الخرزة اللي عليها الدور، والطرف اللي فوق ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين علشان اعمل غرزة رباعية، تمام. بعد ما بعمل الخطوة دي بتتكون معايا كده 3 غرز رباعية باللون الازرق ماشيين ورا بعض بالشكل ده. انا هنا مش هعدي طرف الخيط في اي جنب من الجوانب، زي ما انا واقفة على الخرزة دي اهو طرفين الخيط، هاجي برضو على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف فيه 3 خرزات عشان اعمل غرزة رباعية لونها باللون الازرق كاملة. يبقى انا واقفة زي ما انا اهو، ما عدتش طرف الخيط التاني في اي جنب، وهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات، بسيب 2 وبرجع في التالتة وبسحب طرف الخيط التاني. هتتكون معايا غرزة رباعية بالشكل ده، اقدر من خلالها ان انا اعدي للجنب التاني عشان اعمل صف ازرق كمان مرة، تمام. هبتدي برضو طرف الخيط بقى اللي تحت ده هبتدي ان انا اعديه في الخرزة اللي عليها الدور عادي جدا، تمام. وهاجي على الطرف التاني وهبتدي ان انا اضيف خرزتين باللون الازرق، تمام. انا لغاية دلوقتي شغالة كله باللون الازرق، بعد كده هبتدي ان انا اضيف لون تاني وهنشوفه دلوقتي مع بعض، تمام. اهم حاجة عايزة اقول لكم ان في جنبين هنعملهم سوا وجنبين تانيين شبههم بالظبط انتوا هتشتغلوهم سوا. هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط، بعد كده ضفت واحدة من الاحمر وواحدة من الازرق، تمام. يبقى الغرزة الرباعية اللي في النص دي بدل ما بحط 2 ازرق، لا بحط واحدة احمر وبعدين واحدة ازرق، تمام. هعدي طرف الخيط تاني وهحط 2 ازرق. بعد ما بحط 2 ازرق ببتدي برضو ان انا اعمل الغرزة اللي هي الطايرة اللي هي لوحديها في الجنب دي، تمام اهو. هتبقى برضو باللون الازرق زي ما انا واقفة هنا، وبضيف هنا على طرف الخيط 3 خرزات ازرق علشان اعمل غرزة رباعية كاملة من اللون الازرق بس. وكل جنبين من الفانوس قصاد بعض بيبقوا شبه بعض. يعني انا دلوقتي عملت اول خط ازرق، يبقى الصف التاني اللي قصاده ازرق زيه، تمام، اللي هو ده شبه ده. والجنب التاني اللي انا حطيت فيه خرزة واحدة احمر هيبقى الجنب اللي قصاده على طول شبهه بالظبط، تمام. نفس الخطوات اللي عملتها هنا بكررها بس مش اكتر اهو. ببتدي ان انا اعدي طرف الخيط اهو، دي اللي قصادها هبتدي ان انا اضيف واحدة احمر وواحدة ازرق، تمام. تمام كده. هي فكرة الفانوس معايا النهاردة كلها عبارة عن كده، صفين بعملهم وصفين بقلد الصفين الاولانيين اللي انا عملتهم، لكن طبعا بالترتيب، وكل صف قصاده الصف اللي شبهه بالظبط. بعد كده هبتدي ان انا اقفل الجزء ده، احط خرزتين باللون الازرق، هبتدي ان انا انهي الخيط بتاعي واربطه بكل سهولة. بصوا اهو، بحيث ان طرفين الخيط يبقوا قصاد بعض، وابتدي ان انا انهي الخيط بتاعي. طبعا لو الخيط معاكي انت طويل لسه هتقدري تكملي بيه مفيش مشكلة. الجزء ده اللي احنا عاملينه هبتدي ان انا ابتدي من الجنب اللي كله لون ازرق بس، بعدي في اول خرزة بالشكل ده، ومعايا 3 خرزات، واحدة ازرق واحدة ابيض وواحدة كمان ازرق، هرتبهم بنفس الترتيب اللي انتوا شايفينه ده في طرف الخيط من بره. برجع في اللون الازرق وبعمل حلقة وبسحب طرف الخيط التاني، بحيث الغرزة الرباعية بتاعتي تبقى بالشكل ده، الخرز الازرق من تحت والابيض من فوق. معايا طرفين الخيط، طرف الخيط اللي تحت بعديه في الخرزة اللي عليها الدور، وطرف الخيط اللي بره ببتدي ان انا اضيف فيه الخرز الجديد اهو.
والطرف اللي بره بيضيف خرزتين، واحدة ابيض وواحدة ازرق، ودايما ببتدي بالابيض وبنهي بالازرق علشان يبقى لتحت والابيض يبقى لفوق. تمام. بعمل حلقة وبعد كده بسحب طرف الخيط بتاعي بكل سهولة. تمام. هو ده الشكل اللي انا محتاجاه. بالنسبه للثلاث غرز البيض اللي احنا عاملينهم من البدايه اللي هما طايرين لوحديهم، دول انا عاملاهم علشان لما اركب وحده الصوت والضوء تبقى في حاجه حكماها او مسكاها من جوه قلب الفانوس ذات نفسه، فاهميني؟ اهو عملت صف كامل بنفس الطريقه. بعد كده هبتدي ادخل على الصف التاني اللي فيه خرزه حمراء، هنشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. ببتدي نعدي طرف الخيط والطرف اللي فوق، ببتدي برضو زي ما انا شغالة بواحدة ابيض وواحدة ازرق، بنهي في الازرق وبعمل الغرزة بالشكل ده. تمام. بعد كده الغرزة اللي بعد كده ببتدي ان انا اعدي طرف الخيط اللي تحت بكل سهولة في الخرزة اللي عليها الدور. تمام. وهاجي على طرف الخيط التاني هبتدي ان انا اضيف واحدة ابيض وواحدة احمر، يعني بدلت الازرق بالاحمر علشان الارضية بتاعتي او الخرزة اللي انا هقف عندها لونها احمر. تمام. هبتدي ان انا اضيف برضو الابيض الاول وبعد كده الاحمر، وبعد كده برجع فيها واسحب طرف الخيط التاني بحيث الشكل معايا يبقى كده. بصوا، بعد كده هعدي طرف الخيط اللي تحت في الخرزة اللي عليها الدور اهو. بعد كده الطرف التاني هبتدي ان انا اضيف برضو خرزتين اهو، هيبقوا الاتنين باللون الاحمر، لان انا عايزة غرزة رباعية واضحة وصريحة قصادي تبقى باللون الاحمر. تمام اهو. فبالتالي مجرد ما بضيف الخرزتين دول بتكون معايا فعلا غرزة رباعية كاملة باللون الاحمر. عايزاكم تحفظوا كل جنب لوحده علشان الجناب التانية انتوا هتعملوها لوحديكم، لانها عبارة عن خطوات وبتكرروها بس مش اكتر. وكمان الغرزتين الاخرى دولت هيبقوا برضو ابيض وازرق. هعدي طرف الخيط بالشكل ده، وطرف الخيط التاني هبتدي ان انا اضيف واحدة ابيض وواحدة ازرق زي ما بدأت زي ما بنهي بالظبط اهو، واحدة ابيض وواحدة ازرق، وبرجع فيها وبسحب طرف الخيط التاني. تمام. بعد كده بعدي في اخر واحدة وباجي على الطرف اللي بره وبرضو بضيف فيه واحدة ابيض وواحدة ازرق. تمام. يبقى انا كده عندي جنب كله ابيض وازرق بس، صف غرز عبارة عن ابيض وازرق بس، وصف لازم يبقى كده وفي النص اهو. بصوا ده وده، كل واحد الصف اللي قصاده الجنب التاني هيتعمل زيه، يعني ده هيبقى ابيض وازرق والجنب التاني هيبقى زي اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. تمام. وبعد ما فعلا عملت الخطوة دي هبتدي ان انا اجي على اخر غرزة وهبتدي ان انا اعدي في الخرزة دي وبعد كده في اللي فوق، وهنهي بخرزة واحدة بس من اللون الابيض. معايا طرفين الخيط اهو، هبتدي ان انا انهي بخرزة واحدة باللون الابيض لان انا كمان محتاجة اقف عندها عشان ابتدي اعمل صف جديد بالوان تانية وبشكل مختلف. تمام اهو. طبعا احنا شغالين النهاردة بغرزة رباعية، كل الفانوس بنفس الغرزة الرباعية اهو. هاجي على الطرف اللي برا وهبتدي بقى ادخل اللون الاصفر. معايا 2 ابيض وواحد اصفر، هعملهم بنفس الترتيب ابيض اصفر ابيض. تمام. بحيث الابيض يبقى لتحت والاصفر يبقى لفوق، والاصفر ده معناه ان انا كده دخلت في جسم الفانوس او في جسم سبونج بوب علشان بيبقى لونه باللون الاصفر. تمام. يعني انا عايزة الغرزة بتاعتي تبقى بالشكل ده اهي. تمام. ببتدي ان انا اعدي في الخرز اللي عليه الدور، خرزة واحدة بس اللي عليها الدور، ببتدي طبعا اضيف خرزتين بس خلاص كده، واحدة اصفر وواحدة ابيض. طبعا هبتدي بالاصفر الاول وبعد كده الابيض اهو، اصفر فوق وابيض تحت. هرجع فيها واسحب طرف الخيط التاني، نفس الغرزة اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي اللي هي عبارة عن خرزتين اصفر وابيض، هكمل داير ما يدور كله بنفس الطريقة. الجزء ده او الصف ده كله شبه بعضه. بعد كده هاجي على اي جنب من الجوانب وهبتدي ان انا اعدي طرف خيط جديد وبسويه كده. طبعا انا واقفه هنا عند خرزه باللون الاصفر، هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اعمل غرزه رباعيه باللون الاصفر كامله، فبالتالي هضيف 3 خرزات باللون الاصفر.
احنا شغالين دلوقتي في اللون الاساسي اللي هو اللون الاصفر. هبتدي ان انا اعمل حلقة واسحب طرف الخيط التاني. تمام بالشكل ده. طبعا الجزء اللي فيه الغرزة الرباعية اللي باللون الاحمر ده وش الدبدوب او وش سبونج بوب. فهبتدي ان انا اعدي طرف الخيط في الخرزة اللي عليها الدور تحت، وابتدي بقى ان انا اعمل هنا البق بتاع سبونج بوب. فهبتدي ان انا اضيف 2 من اللون الاحمر. تمام عشان تبقي عارفة انتي واقفة فين بالظبط. تمام. يبقى انا كده معلمة الجزء اللي فيه غرزة رباعية باللون الاحمر، ده كده الجزء اللي انا هعمل فيه الوش والبق والعين وكده، فهماني؟ فهبتدي ان انا اعدي طرف الخيط مرة كمان. تمام انا كأني برسم دلوقتي، وهاجي على طرف الخيط التاني وهضيف برضو 2 باللون الاحمر. تمام. بسيب واحدة وبرجع في التانية، وابتدي اسحب طرف الخيط التاني. تمام كده. بعد كده ببتدي ان انا اعدي في الخرزة التالتة بنفس الطريقة اهو. هبتدي ان انا اضيف خرزتين، واحدة باللون الاحمر وواحدة باللون الاصفر. تمام. في الطرف بقى اللي بره ده معايا خرزتين، واحدة اصفر وواحدة احمر. طبعا هبتدي بالاحمر برضو، وبعد كده هنهي باللون الاصفر. تمام. بمجرد ما بعمل الخطوة دي بتلاقي بدأ يبقى ظاهر معاكي ملامح البق بتاع سبونج بوب. بصوا كده انا شغالة مظبوط. تقدروا على فكرة عند كل خطوة ممكن تحسوا انها بتجري معاكوا شوية، تقدروا توقفوا الشاشة لغاية ما تعملوا زيها بالظبط، وبعدين ترجعوا لها تاني. عديت برضو فردة الخيط اللي تحت في الخرزة اللي عليها الدور، والطرف اللي بره عملت فيه خرزتين باللون الاصفر. يبقى انا بدأت ونهيت بغرزة رباعية كاملة باللون الاصفر، وجوه كنت عاملة الشكل ده. تمام. 2 احمر و2 احمر، وبعد كده واحدة بس باللون الاحمر. تمام. ده كده وش الدبدوب. هاجي على الطرف اللي في الجنب ده، وهيبقى كله عبارة عن لون اصفر بس. يعني بعدي في الخرزة اللي تحت، والخيطة التانية ببتدي ان انا اضيف فيها خرزتين باللون الاصفر. تمام. يبقى جنب سبونج بوب هنا هيبقى كله صف اصفر اهو. طرف الخيط اللي بره هبتدي ان انا اضيف 2 من الخرز الاصفر، بسيب واحدة وبرجع في التانية، بعمل حلقة وبسحب منها طرف الخيط بكل سهولة. تمام اهو. هكمل بنفس الطريقة، وبعد ما كملت بنفس الطريقة زي ما اتفقنا كل جنب بيعمل اللي قدامه. فانا هنا عملت الوش بنفس الطريقة، هعمل ده برضو. انا هنا بعمل يعني بصي وش الدبدوب هيبقى في الوش وفي الظهر، بحيث لما تلف الفانوس في الاخر كده يبقى في الجنبين في وش سبونج بوب. تمام اهو. هبتدي ان انا اعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها في البق بتاع سبونج بوب. عملت غرزة رباعية باللون الاصفر، بعد كده هعمل 2 باللون الاحمر، وبعد كده التالتة احمر واصفر. تمام. طبعا حبيت ان انا برضو اوريكم الجزء ده. الخرز معايا هنا مربع، فعادي لو عملت عكس عكاس وبعد كده اللي بعديها عملتها بعقدة او بربطة مفيش مشكلة ابدا. هنا الخرز معايا هنا مربع. تمام. فبيبقى اسهل، وبيبقى كمان شادد نفسه كده في الشغل، فبيبقى شكله حلو يعني في النهاية. تمام. يبقى هي عبارة عن خطوات بس انا بكررها اهو. بصوا الوش اهو، والوش التاني زيه اهو، والجنب ده هكمله برضو بالاصفر زي ده. تمام. نفس الخطوات بالظبط باللون الاصفر كله. تمام. بعد كده هنشوف بقى بعد ما اعمل الخطوة دي المفروض ان احنا نعمل ايه. زي ما انتم شايفين هنا خلاص انا خلصت الصف ده. بعد كده باجي بعدي في الخرزة اللي عليها الدور عادي جدا، بعد كده بعدي في الخرزة اللي طالعة لفوق دي. وبالتالي بما ان معايا 3 خرزات يبقى انا محتاجة واحدة بس، وطبعا برضو هتبقى باللون الاصفر عشان تبقى زي اختها اللي جنبها بالظبط، فهماني؟ بعد كده بتبقى شكلها بالطريقة دي. هبتدي ان انا اعمل صف جديد بطريقة جديدة وبخطوات جديدة ومهمة. طبعا انا هنا وقفت في الجنب، لكن انا عايزاكم تركزوا في الشكل اللي هو بتاع وش الدبدوب ذات نفسه.
فبما اني وقفت في الجنب هبتدي ان انا اعمل غرزة رباعية باللون الاصفر عادي خالص، 3 خرزات اهو. تمام. بعد كده هبتدي ان انا اكمل الوش. تمام اهو. هاجي على طرف الخيط اللي تحت وهبتدي ان انا اعديه في الخرزة اللي عليها الدور اللي هي في الجنب اول واحدة خالص دي اهو. تمام. وهاجي على طرف الخيط اللي بره. تمام، اللي هو ده، هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين، واحدة باللون الاصفر وواحدة باللون الاحمر. تمام. برجع في التانية وبسحب طرف الخيط التاني. انا هنا بكمل برضو البق بتاعه اهو. بعد كده معايا طرف الخيط اللي تحت ببتدي ان انا اعديه في الخرزة اللي عليها الدور، وطرف الخيط اللي فوق ببتدي ان انا اضيف فيه الخرز بتاعي. تمام. هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين برضو، واحدة باللون الاصفر وواحدة باللون الابيض. تمام. الابيض دي يعني عبارة عن السنة بتاعت الدبدوب او بتاعت سبونج بوب، فبيبقى ليه زي سنتين كده. تمام. ببتدي ان انا اعدي برضو طرف الخيط اللي تحت في الخرزة اللي عليها الدور. تمام. طبعا كل الالوان اللي انا شغالة بيها دلوقتي الوان اساسية، يعتبر اللون الوحيد اللي مش اساسي معايا في الفانوس النهاردة اللون الازرق. كمان ضفت اصفر وابيض كمان مرة، وهعمل الشكل ده. يعني ايه لون مش اساسي؟ يعني تقدري تغيريه باي لون تاني زي ما انت عايزة. تمام اهو. يبقى انا عملت غرزتين ورا بعض عبارة عن اصفر وابيض بس. بعد كده هعدي طرف الخيط في الخرزة اللي عليها الدور، وهاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف خرزتين، واحدة باللون الاصفر وواحدة باللون الاحمر. برجع فيها وببتدي اسحب طرفين الخيط. بعد كده هعمل اخر غرزة معايا في الجزء ده وهتبقى كلها باللون الاصفر. تمام اهو. بصوا رسمة البق وضحت معايا ازاي. هبتدي انا اعدي طرف الخيط التاني اهو، وطرف الخيط اللي بره هبتدي ان انا اضيف 2 باللون الاصفر. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نفس الخطوات اللي انا عملتها هنا هكررها هنا تاني عشان بس تبقوا فاهميني. بعد كده هاجي على الجنب وبرضو هعمل عبارة عن صف كامل بالغرز الرباعية الاصفر، لكن عايزاكم تركزوا لان في النص هنضيف اضافة واحدة بس هتفرق معايا في الشغل بعد كده. عديت اهوت في الخرزة اللي عليها الدور وهعمل غرزة رباعية باللون الاصفر. معايا 2 يبقى هضيف 2 كمان بحيث تبقى غرزة كاملة باللون ده. تمام. وهعمل اللي بعديها بنفس الطريقة اهو. هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف برضه خرزتين باللون الاصفر. تمام. بسيب واحدة وبرجع في التانية اهو. بعد كده ركزوا بقى في الغرزة اللي جاية دي عشان هنضيف اللون الاسمر، وهقولك ليه بعد كده. تمام. هاجي على رقم 3 اللي هي في الوسط دي، هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط بتاعي برضو عادي جدا اهو، والطرف التاني هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين، واحدة باللون الاسمر وواحدة باللون الاصفر. اسمر واصفر اللي هو جسم سبونج بوب الاساسي. تمام. تقدري تغيري الاسمر ده باي لون تاني زي ما تحبي، بس لو انتوا حابين تعملوا نفس الشكل اللي معايا ونفس الالوان يبقى هنعمل نفس الالوان مع بعض بنفس الطريقة. تمام. يبقى انا الغرزة رقم 3 اللي في النص شلت الاصفر وحطيت بداله واحدة اسمر. تمام. وهبتدي ان انا اكمل الغرزتين التانيين برضو باللون الاصفر عادي جدا. بعدي كده طرف الخيط اللي تحت وهاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف 2 من اللون الاصفر. يبقى انا بدأت ب2 غرزة رباعية باللون الاصفر، وبعد كده جيت في النص وبدل ما احط 2 اصفر حطيت واحدة اسمر وواحدة باللون الاصفر. بعد كده نهيت بغرزتين شبه اللي انا بدأت بيهم بالظبط. تمام.
بعد ما بعمل اخر غرزة رباعية باللون الاصفر ببتدي كده ان انا يبقى عملت الجنب بتاع الشكل معايا النهاردة. يبقى انا عملت الجزء او الخطوة ديت بتاعة الوش وبتاعة الجنب، وهكررهم برضو هنا وهنا. تمام، نفس الصف ده هكرره هنا، ونفس الصف اللي انا ضفت فيه الخرزة السمراء هكرره هنا، ونرجع تاني مع بعض. وبعد ما كررتهم تاني وبقى الجزء كله داير ما يدور معايا كل خطواته زي بعض بالظبط، هبتدي ان انا اكمل بنفس الطريقة. هاجي هنا على اي غرزة انا حابة ابتدي، حابة تبدأي من الجنب، حابة تبدأي من الوش، براحتك خالص. انا هبتدي من الجنب وهاجي على اول خرزة معايا هبتدي ان انا اعدي فيها طرف الخيط وبساوي الخيط بتاعي. بعد كده هاجي على طرف الخيط الخارجي وهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات عبارة عن ايه، عبارة عن 3 خرزات باللون الاصفر، غرزة رباعية باللون الاصفر عادية خالص اهو. تمام، ركزوا بقى في الخطوة اللي بعديها عشان انا محتاجة اعمل غرزة رباعية باللون الاسمر. هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط التاني هنا، وهبتدي ان انا اضيف برضو خرزتين، لكن واحدة باللون الاصفر وواحدة باللون الاسمر. هبتدي بالاصفر وانهي في الاسمر كده علشان تبقى قريبة من اللون بتاعها. تمام اهو. هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط اللي تحت في الخرزة السمراء، وهاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف 2 باللون الاسمر مرة واحدة. ادي 1 2، هرجع في التانية واسحب طرف الخيط التاني. يبقى انا عملت غرزة رباعية كاملة في الجزء ده او في النص ده من اللون الاسمر، وهو ده اللي انا محتاجاه في جنب الفانوس بتاعي النهاردة، علشان الجزء ده اللي هيسهل عليا بعد كده تحديد مكان الايد بتاعة سبونج بوب. تمام، بما انه مجسم فاحنا هنعمل له الايد والرجل. بعد كده هبتدي ان انا اعمل غرزتين رباعيين ورا بعض باللون الاصفر بس. عملت اهوت واحدة، عديت في طرف الخيط عادي خالص، والطرف اللي بره ضفت فيه خرزتين باللون الاصفر، واللي بعديها هتبقى زيها بالظبط. بعدي في طرف الخيط اهو بالخرزة اللي عليها الدور، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف خرزتين باللون الاصفر. تمام، عايزاكم تحفظوا الصف ده كويس جدا، لان انتوا لسه هتكرروه مرة كمان في الصف اللي قصاده على طول زي ما اتفقنا من البداية. بعد كده هبتدي ان انا ادخل على الصف اللي بعده، وهو هيبقى برضو تبع وش الدبدوب معايا النهاردة. فاحنا هندخل بقى دلوقتي على العين. تمام، هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط اهوت في الخرزة اللي عليها الدور، وبعد كده هبتدي ان انا اضيف هنا خرزتين، واحدة باللون الابيض وواحدة باللون الاصفر اهو. هستخدم الاصفر الاول وبعد كده الابيض. تمام، وهسحب طرف الخيط التاني. تمام كده بالشكل ده. بعد كده هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط بالشكل ده، وطرف الخيط اللي بره اللي بضيف فيه الخرز الجديد هبتدي ان انا اضيف برضو خرزتين، واحدة باللون الابيض وواحدة باللون الاسمر. هضيف الاسمر الاول وبعد كده الابيض. الاسمر ده اللي هو العين بتاع سبونج بوب، هيبقى شكله كده. تمام، يبقى انا محتاجة الغرزة هنا تبقى كده. هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط، وهبتدي ان انا اعمل غرزة كمان هتبقى عبارة عن اصفر وابيض، واحدة من الاصفر وواحدة من الابيض. برجع في الابيض مرة تانية. تمام، بعد كده بعدي طرف الخيط في الخرزة اللي عليها الدور. طرف الخيط التاني هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين اسمر وابيض عشان اعمل العين التانية. الاسمر الاول وبعد كده بنهي بالابيض. تمام، شكله بدأ يظهر معايا ازاي اهو. هبتدي انا اعدي طرف الخيط وهعمل غرزة رباعية باللون الاصفر بس، زي ما بدأت وزي ما بنهي بالظبط اهو. تمام، وطبعا بعد كل خطوة حاولي ان انتي تبصي كده وتعملي مقارنة ما بين الجنبين علشان يبقوا مظبوطين وشبه بعض. تمام اهو.
بصوا وشه واضح جدا معايا ازاي. نفس الخطوات اللي عملتها هنا بكررها هنا، ونفس الخطوات اللي عملتها هنا هكررها هنا. داير ما يدور بنفس الخطوات ونفس الطريقة، وهنرجع تاني مع بعض نشوف هنكمل وهنعمل ايه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هبتدي برضو ان انا اجي على اخر غرزة بعدي في 3 خرزات مرة واحدة، بحيث ان انا يبقى فاضل لي خرزة واحدة بس. بشوف اللون اللي ناقصني ايه وببتدي ان انا اضيفه، وهو خرزة واحدة بس من اللون الاصفر. تمام، يبقى انا كده شغالة مظبوط. تمام، خلاص كده اصلا قربنا نخلص الجسم بتاع الفانوس او الوش بتاعه. هبتدي بقى ان انا اعمل اخر صف في وش الفانوس. هبتدي ان انا معايا طرفين الخيط اهو، طرف الخيط اللي هو ده اللي في ايدي، هبتدي ان انا اضيف 3 خرزات، واحدة من اللون الابيض، وبعد كده واحدة من اللون الاصفر، وواحدة كمان من اللون الاصفر. طبعا انا هنا شغالة على جنب الوش عشان انا وقفت هنا، لكن انا هعمل معاكم، اعتبروا ان الخطوة دي انتوا ما شفتوهاش مثلا، لكن انا هبدأ معاكم من اول خرزة في الجنب ده، وبعد كده هنرجع نعمل الوش تاني مع بعض عشان يبقى التفاصيل بتاعته اوضح معاكم. هاجي على الجنب ده وهعمل صف داير او خط دوت كامل، عبارة عن غرز رباعية باللون الاصفر بس. بعدي في الخرزة اللي تحت والطرف اللي فوق ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين باللون الاصفر. تمام، يبقى جنب الفانوس او جنب الشكل معانا النهاردة هيبقى عبارة كله عن اللون الاصفر. الفكرة بس ان انا محتاجة يجي في النص اعمل غرزة رباعية باللون الاسمر. بصوا عملت صف كامل اهو باللون الاصفر بس. بعد كده هبتدي ادخل بقى على وش الدبدوب او اخر خطوة معايا منها. هبتدي انا اعدي طرف الخيط اهو في الخرزة اللي عليها الدور، وهاجي على الطرف الخيط اللي بره وهبتدي ان انا اضيف خرزتين، واحدة اصفر وواحدة ابيض. اصفر الاول وبعد كده الابيض. الابيض ده التكمله بتاعت رسمه العين. تمام، برجع فيها وبعمل حلقه وببتدي اسحب طرف الخيط التاني. تمام بالشكل ده. تمام، بعد كده هبتدي اجي على طرف الخيط اللي تحت، بعدي في الخرزه اللي باللون الاسمر، وطرف الخيط اللي بره هبتدي ان انا اضيف برضو خرزتين لكن الاتنين باللون الابيض. تمام، يبقى انا كده خلصت رسمة العين. بصوا وضحت معايا ازاي بالشكل ده. هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط في اللون اللي عليه الدور، وهبتدي ان انا اضيف 2 من الخرز، واحدة اصفر وواحدة ابيض. تمام، هبتدي برضو بالاصفر وانهي بالابيض. تمام بالشكل ده. بعد كده هبتدي ان انا اشد الخيط بتاعي كويس جدا، بعدي في الخرز السمراء، وهاجي على طرف الخيط التاني وهضيف 2 من اللون الابيض. 1 2، بسيب واحدة وبرجع في التانية وابتدي اسحب طرف الخيط التاني منها. تمام، بعد كده بعدي طرف الخيط، وهنا هعمل غرزة رباعية باللون الاصفر، يعني هضيف 2 باللون الاصفر بس. تمام، بمجرد ما بتعملي الوش بالشكل ده بتلاقي نفسك اتنقلتي للجنب، واحنا اتفقنا ان الجنب في الصف ده هيبقى كله باللون الاصفر، يعني الجوانب الاتنين خط عبارة عن خرز باللون الاصفر بس، لكن الوش هنعمل نفس الخطوات اللي احنا لسه شايفينها هنكررها تاني في ظهر الفانوس. تمام، الصف ده كله اصفر، انما الوش هنعمله بنفس الخطوات التانية اللي هو عبارة عن ابيض واصفر بس. تمام اهو، انا هنا كنت بوضح لكم النقطة دي تاني علشان تبقوا فاهميني اكتر. زي ما عملنا الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها، هبتدي بقى هنا انا خلاص وش الدبدوب خلص معايا، هبتدي بقى ان انا اعمل الجزء العلوي بتاعه، وبعد كده نعمل بقى الايد والرجل بتاعته. لو انا عايزة بقى اكبر الفانوس اعمل ايه؟ الجزء اللي انا لسه هعمله دلوقتي ده مش هعمله دلوقتي، هعمل صف داير ما يدور بالاصفر فوق عين الدبدوب، وصف كمان اصفر برضو تحت البق. يبقى انا قبل ما ابدا البق بتاع الدبدوب بتاعي النهارده او سبونج بوب هعمل صف داير ما يدور اصفر بس، وفوق عينيه دلوقتي اعمل كمان صف اصفر بس. يبقى كده الدبدوب بتاعي هيطول شويه وهيديني مساحه اكبر. تمام، لو عايزه المقاس نفس اللي احنا شغالين بيه يبقى هتعملي نفس الخطوات. بعد كده هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط في الخرزه اللي فوق،
هاجي على طرف الخيط اللي بره وهبتدي ان انا استخدم الاصفر والازرق بس، 2 اصفر وواحد ازرق، ترتيبهم بالشكل ده. تمام، واحدة باللون الاصفر، بعد كده الازرق، بعد كده الاصفر، بحيث ان انا عايزة الغرزة بتاعتي تبقى بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. برجع في اخر واحدة واسحب طرف الخيط التاني بحيث اللون الاصفر يبقى لتحت والازرق يبقى لفوق. تمام، بالشكل ده. تمام كده. بعد كده هاجي على طرف الخيط اللي تحت وهبتدي ان انا اعدي برضو في الخرزة اللي عليها الدور، وهعمل نفس الخطوات. يعني ايه؟ يعني هبتدي ان انا استخدم اصفر وازرق بس. يعني انا عايزة الصف ده داير ما يدور عبارة عن غرز رباعية اصفر وازرق. هحط واحدة ازرق وواحدة اصفر، الازرق لفوق عشان كده ببتدي بيه، وبعد كده الاصفر لتحت عشان كده بنهي بيه، وبيبقى بالشكل ده. شايفين الغرزة عاملة ازاي؟ انا محتاجة الصف ده كله يبقى بنفس الطريقة وبنفس الشكل، وهكمل الصف كله ونرجع تاني مع بعض عشان هي عبارة عن خطوات بتتكرر بس مش اكتر. تمام، زي ما انتوا شايفين اهو. انا هنا في اخر واحدة هبتدي ان انا اعدي في الخرزة اللي عليها الدور، بعد كده في الخرزة اللي هي طالعة لفوق دي اللي هي برضو اخر واحدة معايا. يبقى انا كده معايا 3 خرزات باللون الاصفر، محتاجة واحدة بس باللون الازرق بحيث الصف ده او الجزء ده كله يبقى خلص. بصوا طرفين الخيط ازاي. هبتدي ان انا اضيف خرزة واحدة بس باللون الازرق. تمام، بالشكل ده. طبعا الشكل حلو جدا، بس طمطم مش عارفة ليه وشها عامل كده، مش عارفة ليه على طول زعلانة وعاملة بقها كده. بعد كده معايا طرفين الخيط لفوق. تمام، هبتدي بقى هنا ان انا استخدم اللون الاحمر والازرق بس، وبما ان الخرز بتاعي هنا واقف على خرزة واحدة بس باللون الازرق يبقى انا هستخدم هنا اللون الازرق. هاجي على الطرف الخيط اللي بره ده وهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات بما ان انا معايا في الخيط خرزة واحدة بس. يعني ايه؟ يعني انا هعمل غرزة رباعية باللون الازرق. تمام اهو، غرزة رباعية عادية جدا، وانا بقى اللي هتحكم فيها. انا مش عايزاها تبقى واقفة لفوق، انا عايزاها تبقى نايمة للجنب كده. طبعا عادية خالص، انت ممكن ترفعيها لفوق او ممكن تخليها لتحت زي ما احنا عاملينها، واحنا عايزينها تبقى بالشكل ده. تمام، عايزينها تبقى خط بالشكل ده. بعد كده بعدي طرف الخيط في الخرزة اللي عليها الدور. تمام، وباجي على الطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف خرزتين باللون الازرق. بما ان معايا 2 يبقى هضيف 2. تمام، بحيث تتكون معايا غرزة رباعية برضو باللون الازرق. يبقى انا ماشية الصف ده كله غرز رباعية باللون الازرق، داير ما يدور هعمل الجزء ده كله بنفس الطريقة. بعدي طرف الخيط اللي جوه في الخرزة اللي عليها الدور، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين. تمام، انا بس حبيت اشارك معاكم الجزء او الغرزة الرباعية اللي جاية دي علشان تبقوا فاهمينها، وبعد كده هكمل الصف كله لوحدي. اول ما باجي عند اخر واحدة هنا انا مش بعدي طرف الخيط التاني في حتة، طرفين الخيط بيبقوا معايا بالشكل ده، وبعمل غرزة رباعية طايرة. يعني باجي على طرف الخيط اللي بره وبحط 3 خرزات مرة واحدة، فبالتالي اتجاه الخيط بدل ما هو طالع لي كده بيجي في الجنب عشان ابتدي ان انا اعمل الصف اللي جنبه. 3 خرزات، برجع في التالتة وبسحب طرف الخيط، بتلاقي غرزة رباعية اتكونت معاكي، وكمان طرفين الخيط بقوا جاهزين يعملوا الصف اللي جنبه. تمام اهي، طرف الخيط اهو بره وطرف الخيط اللي جوه هبتدي ان انا اعديه في الخرزه دي، وهكذا كل ما اجي عند الزاويه بتاعه الجزء ده هعمل نفس الخطوه او نفس الغرزه الرباعيه الطايره دي باللون الازرق. تمام، زي ما انتم شايفين اهوت. هاجي على طرف الخيط اللي بره، خلاص طبعا انا عملتها صف داير ما يدور. حبيت بس ان انا اشارك معاكم برضو الجزء الاخير ده عشان الخيط لو خلص معاكم زي ما خلص معايا كده تنهوا ازاي. هاجي على طرف الخيط اللي بره في اخر غرزة وهبتدي ان انا اضيف خرزتين وهعديه اهو، وهعديه في الخرزة اللي هي بره وابتدي انهي الخيط بتاعي بكل سهولة. بعد كده الخرزة او الصف اللي جوه المربع ده هو ده اللي انا هشتغل عليه. هاجي عليه كده وابتدي ان انا اعدي طرف الخيط اهو. شايفين الخرزة اللي هي التربيعة اللي جوه، وهبتدي ان انا اعمل غرز رباعية باللون الاحمر. وبما ان دي اول غرزة رباعية فهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات واعمل حلقة واسحب طرف الخيط التاني.
انا بقى هنا عايزة الصف بتاعي تبقى الغرز واقفة بالشكل ده. تمام، انا معدية في الخرزة الزرقاء وحطيت 3 خرزات باللون الاحمر. تمام، بعد كده معايا طرف الخيط اللي تحت هبتدي ان انا اعديه في الخرزة الزرقاء اللي عليها الدور اهي، وطرف الخيط اللي بره هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين باللون الاحمر اهو. يبقى انا بعدي في دي اللي هي جوه دي. تمام، هبتدي ان انا اضيف خرزتين باللون الاحمر عشان تتكون معايا غرزة رباعية. تمام، بالشكل ده. بعد كده بعدي طرف الخيط اللي تحت اهوت في الخرزة اللي عليها الدور اهو، الخرزة اللي جوه دي. تمام، وطرف الخيط اللي فوق ببتدي انا اضيف فيه خرزتين باللون الاحمر، وهكذا. انا عايزة اكمل الصف ده داير ما يدور، عبارة عن ان انا بعدي في الخرزة الزرقاء اللي عليها الدور اللي هي جوه دي. تمام، والطرف الخيط اللي بره ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين باللون الاحمر لغايه ما اعمل داير ما يدور الجزء ده كله. بعد كده باجي على اخر حاجه وببتدي ان انا اعدي في الخرزه الزرقاء وبعد كده الحمراء اللي واقفه فوق. بعد كده بيبتدي معايا يبقى معايا فاضل لي خرزه واحده بس بنهي بيها برضو بنفس الطريقه اللي احنا من ساعتها شغالين بيها. تمام، معايا هنا طرفين الخيط واقفين على خرزه واحده بس. انا عايزه اعمل صف كمان باللون الازرق لكن صف نايم، فهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات، برجع في التالتة وبسحب طرف الخيط التاني، والغرزة الرباعية المرة دي انا عايزاها تبقى نايمة لجوه كده. تمام، يبقى الازرق كان نايم برضو، بعد كده الاحمر وبعد كده الازرق. هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط كده، وفي دي كمان الخرزتين اللي هما بيبقوا في الزاوية في الجنب كده. فاضل لي كام واحدة؟ فاضل لي واحدة بس. تمام، علشان يبقى الخرز معايا او الغرز الرباعية المرة دي معايا تبقى ثابتة وتبقى لجوه بالشكل ده. هبتدي ان انا اعدي في الخرزة اللي عليها الدور بطرف الخيط اللي قريب من الخرز، وطرف الخيط التاني بضيف فيه خرزتين باللون الازرق. تمام، انا هنا شغالة في الشكل بتاع الفانوس من فوق اللي هو ممكن يبقى ثابت معاكي في اي فانوس هتعمليه، على فكرة مش شرط بتاع النهاردة بس، اغلبية الفوانيس بتبقى لازم تعملي فيها الخطوة دي، الا لو معمول بغرز تانية زي الغرز خماسية او سداسية. لكن بما اننا شغالين بغرز رباعية فاغلبية الفوانيس بتبقى بالشكل ده. فهعمل اهو تربيعة زرقاء لجوه. بعد كده هاجي على طرف الخيط ده وهبتدي ان انا اعدي في خرزة واحدة بس بالشكل ده. بعد كده بساوي طرفين الخيط بتوعي. بعد كده هبتدي ان انا برضو اعمل صف داير ما يدور عبارة عن غرز رباعية باللون الاحمر. انا عديت في خرزة واحدة بس، يبقى محتاجة في الطرف اللي بره 3 خرزات باللون الاحمر عشان اعمل غرزة رباعية بالشكل ده. تمام، وهنا بقى انا عايزة اللون الاحمر يبقى برضو الغرز بتاعته واقفة لفوق اهي. تمام، شبه الصف اللي قبل ده. وهاجي على طرف الخيط اللي تحت بعديه برضو اهوت في الخرزة اللي عليها الدور، وطرف الخيط اللي فوق ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين. اهم حاجة في الخطوات اللي احنا بنعملها دي انك تعرفي عدد الصفوف. يعني انا عملت صف واحد ازرق نايم وصف كمان واحد ازرق نايم، لكن ما بينهم صف احمر باللون الاحمر. تمام، كان ثابت واقف لفوق زي دوت كده بالظبط. تمام، يبقى انا كده شغالة بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. تمام، داير ما يدور بقى همشي كل الجزء ده بنفس الطريقة بحيث يبقى انا خلاص كده خلصت الجزء ده. كل اللي فاضل لي اهوت واقفة برضو في 3 خرزات، فاضل لي واحدة بس باللون الاحمر. تمام، بعد كده هعمل بقى التقفيلة بتاعتي اللي بيبقى فيها التعليقة بتاعة الفانوس. تمام، انتي لو شغالة ورايا هتلاقي الشغل معاكي على فكرة سهل وبسيط جدا، مش محتاج تفكير كتير. تمام، اهو خرزة. هاجي على طرف الخيط من ده وهبتدي ان انا اعديه في الخرزة اللي جنبها اللي في الزاوية دي كده. هنا بقى هنشتغل غرزة خماسية وبعد كده رباعية. بما اننا في الجنب ومعانا خرزتين يبقى انا هضيف 3 خرزات عشان عايزة اعمل غرزة خماسية. تمام، هنا
هتبقى رباعية. لكن هنا في الجنب بدل انا واقفة على الخرز 2 اللي هما الاتنين اللي في الزاوية دول، يبقى انا هعمل خماسية معايا 2 وهبتدي ان انا اضيف 3. 3 دول هيبقوا عبارة عن 2 احمر وواحدة ازرق، او العكس 2 ازرق وواحدة احمر زي ما تحبي. تمام اهو. هبتدي انا اضيف واحدة ازرق واحدة احمر وواحدة ازرق 3، ومعايا في الخيط اصلا 2، يبقى دي غرزة زي ما اتفقنا ايه خماسية. ببتدي اسحب طرف الخيط التاني. بصوا اهي واضحة معايا ازاي. هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط اللي تحت في خرزة واحدة بس. تمام. يبقى معايا في الخيط خرزتين، هحط عليهم كمان 2 عشان دي انا عايزاها تبقى غرزة ايه رباعية، احمر وازرق على حسب الترتيب اللي انتي عاوزاه. المهم الفكرة ذات نفسها تكون معمولة صح. تمام. معايا اهو غرزة رباعية. هاجي على طرف الخيط اللي بعد كده هعديه في الخرزتين دولت مرة واحدة اللي هما الاتنين اللي في الجنب، فبالتالي هضيف عليهم 2 يبقوا كمان 5 اهو. هضيف الخيط في خط واحد او في خرزة واحدة بس، وهضيف عليهم خرزتين. بعد كده هضيف الخيط في الخرزتين اللي في الزاوية دول، وهضيف عليهم خرزتين عشان انا كان معايا واحدة اصلا من البداية، وهكذا بنفس الطريقة لغاية ما اخلص الجزء ده كله داير ما يدور. كل الحكاية ان احنا ماشيين بترتيب خماسي رباعي خماسي رباعي وهكذا لغاية ما المهم ان انا اقف عند الخرزة الرباعية دي. تمام. عشان ابتدي اعمل التعليقة بتاعتي، باجي على الخرزة بتاعتها من فوق وبعدي طرف الخيط كده وبسويه بالشكل ده، وبعد كده بضم طرفين الخيط وهبتدي ان انا احط 7 خرزات. تمام. 3 ازرق. تمام. بعد كده واحدة باللون الاحمر. بعد كده 3 برضو ازرق في طرفين الخيط مرة واحدة. تمام. طبعا انا طرفين الخيط دولت معدياهم من الغرزة الرباعية اللي هي الخرزة بتاعت الغرزة الرباعية من فوق اهي، وبنفس طرفين الخيط دولت هاجي على الغرزة الرباعية اللي قصادها على طول وبعدي منها بالشكل ده اهو. بصوا عكس عكاس. وبعد ما بعديها عكس عكاس بالشكل ده ببتدي ان انا انهي الخيط بتاعي في الغرزة الرباعية عموما اللي هي تحت دي، بحيث ان طرفين الخيط يتقابلوا قصاد بعض، وابتدي ان انا اربط وانهي الجزء بتاعي بكل سهولة. تمام. اهي التعليقة خلصت معايا. كل الحكاية ان انا بس بنهي الخيط وبربطه كويس جدا علشان يبقى مظبوط ومشدود معايا بالشكل ده. تمام اهو. شايفين الغرزة الرباعية دي بنهي فيها بكل سهولة. تمام. يلا بقى بينا دلوقتي نعمل الرجل او الايد. احنا هنعمل الرجل الاول زي ما انتم شايفين. ادي وش الدبدوب، هاجي على الجنب اهو، الوش اهو، هاجي على الجنب عشان بس ما تتلخبطيش وتعملي غلط. هعد هنا هلاقي 5 غرز، 2 1 2. هاجي على النص بالظبط وهبتدي ان انا اشتغل على الغرزة الرباعية اللي في النص. بعدي طرف الخيط في الخرزة من بره كده. طبعا الغرزة الرباعية دي انا هطلع عليها غرز رباعية داير ما يدور، فهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات، برجع في التالتة وبسحب طرف الخيط التاني. هتتكون معايا غرزة رباعية هتلاقيها طالعة كده عن جسم الدبدوب معايا كده. تمام. وهو ده اللي انا محتاجاه. يبقى انا اول خرزة طلعت عليها غرزة رباعية، هعدي طرف الخيط في الخرزة اللي بعد كده بتاعت الغرزة اللي احنا شغالين عليها، وهبني عليها برضو غرزة رباعية. معايا خرزتين، يبقى انا محتاجة على الطرف ده 2 برضو. تمام. هشتغلها طبعا كلها بالخرز الازرق، مش الرجل كلها، لا الجزء اللي انا بعمله ده. تمام اهو. برضو معايا طرفين من الخيط، طرف الخيط اللي تحت اهو هبتدي انا اعديه في الخرزة اللي عليها الدور. تمام. وطرف الخيط اللي فوق هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين 2 بس. تمام اهو. وبسحب طرف الخيط التاني منها كده. تمام. بعد كده معايا خلاص اخر خرزة بالشكل ده اهو. بصوا 3. هبتدي ان انا اجي على طرف الخيط اللي تحت وهعديه في الخرزة اللي عليها الدور.
وبعد ما بعديه في الخرزة اللي عليها الدور هعديه في الخرزة اللي هي واقفة لوحديها فوق دي بالشكل ده. يبقى انا عديت كده الخيط معايا في 3 خرزات، عديت في الخرزة اللي تحت والخرزة اللي انا لسه معدية منها، وانا اصلا كان معايا واحدة، يبقى انا هضيف عليهم واحدة كمان عشان تتكون معايا غرزة رباعية. ويبقى انا كده اشتغلت غرزة رباعية داير ما يدور على القاعدة بتاعتي اللي هي اصلا كانت برضو غرزة رباعية، يعني انا طلعت بس بيهم، فهماني؟ اهو هتبقى طالعة معاكي بالشكل ده. اشتغلت على دي اهو داير ما يدور كده غرز رباعية. وبرضو هشتغل بنفس الطريقة تاني، انا واقفة على خرزة واحدة بس، هبتدي ان انا اعمل داير ما يدور غرز رباعية لكن باللون الابيض. يعني انا واقفة على خرزة واحدة بس دلوقتي باللون الازرق، فهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات باللون الابيض اهو، بصوا. وبعد كده هاجي على طرف الخيط اللي تحت بعديه في الخرزة اللي عليها الدور، وبحط خرزتين باللون الابيض، برجع في التانية واسحب طرف الخيط، هتلاقي اتكونت معاكي غرزة رباعية باللون الابيض لكن اساسها باللون الازرق. هبتدي انا اعدي طرف الخيط في الخرزة اللي عليها الدور اهو، وطرف الخيط اللي بره هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين باللون الابيض. يبقى انا شغالة غرز رباعية داير ما يدور، زي مثلا كأنك بتعملي عارفة ايد الشنطة لما تكوني بتطلعي بيها بتكون شبهها كده بالظبط. تمام اهو. وهاجي على اخر واحدة بعدي فيها، وبعدي في الخرزة البيضة دي اللي هي طالعة لفوق. يبقى انا كده محتاجة خرزة واحدة بس باللون الابيض. تمام. نفس الخطوات اللي انا عملتها غرز رباعية ازرق داير ما يدور وغرز رباعية ابيض داير ما يدور، هعملها برضو غرز رباعية باللون الاسمر. تقدري تعمليها باللون الازرق برضو مفيش مشكلة، بس انا حبيت اعملها زي كأن الشوزة بتاعته لونها اسمر، فاهميني؟ فانا هبتدي ان انا اعمل كده غرز رباعية باللون الاسمر داير ما يدور. تمام اهو. طرف الخيط اللي تحت برضو اهو بعديه في الخرزة اللي عليها الدور، وطرف الخيط اللي بره ببتدي ان انا اضيف فيه خرزتين باللون الاسمر. تمام اهو. طبعا انا مجريه هنا الفيديو علشان بس دي خطوات بتتكرر مش اكتر، بس انا لازم اوضحها لكم عشان تبقي فاهمينها. يبقى انا كده يعتبر طلعت عن الجسم بتاع الدبدوب 3 غرز رباعيه ازرق وابيض واسمر، لكن عملتهم زي شكل مربع، فاهميني؟ بعد ما عملت اخر حاجة خالص اللي هي غرز رباعية داير ما يدور باللون الاسمر، هبتدي ان انا اعمل الجزء اللي المفروض يثبت الدبدوب ويبقى واقف اهو، الازرق والابيض والاسمر. هبتدي ان انا دلوقتي واقفة على خرزة واحدة بس باللون الاسمر، هاجي على طرف من اطراف الخيط وهبتدي ان انا اضيف فيهم 3 خرزات مرة واحدة باللون الاسمر، بحيث ان انا اعمل غرزة رباعية واسحب طرف الخيط التاني اهو، غرزة رباعية طايرة لوحديها كده. تمام. بعد كده معايا طرفين الخيط، طرف الخيط اهو هبتدي ان انا اعديه في ال3 خرزات دول، 2 3. انا عايزه ابقى واقفه في الخرزه الاخيره اللي انا خلاص وقفت عندها دي اهو. هبتدي ان انا اقرب ليه طرف الخيط التاني، هبتدي ان انا اعدي في الخرزه دي. تمام. بمشي كده بالخيط جوه الغرز او جوه الغرزه الرباعيه دي كده بترتيب الخيط اللي جواها اصلا، علشان ابتدي اوصل للخرزة اللي انا عاوزاها كده. وادي الخرزة اللي انا عاوزاها فبعدي فيها عكس اتجاه الخيط اللي فيها. تمام. وبرضو هاجي على اي طرف من الاطراف وهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات باللون الاسمر، بسيب 2 وبرجع في التالتة بعمل حلقة وببتدي اسحب طرف الخيط التاني. يبقى انا كده عملت الرجل بتاعة الدبدوب بكل سهولة. والجزء الاخير ده مهم جدا علشان يثبت لي اصلا الفانوس ويقدر ان هو يقف. بصوا ده بيكون الشكل بتاعه. وهبتدي بقى ان انا انهي الخيط بتاعي بكل سهولة واعمل القدم التانية زيه بالظبط. بصوا الاتنين زي بعض بالظبط، نفس الخطوات ونفس الطريقة. هبتدي دلوقتي ان انا اعمل الايد بتاعة سبونج بوب علشان يبقى انا كده خلصت الشكل معايا التربيعة السمراء اللي احنا اتفقنا عليها. هاجي على الخرزة بتاعتها الاولانية اللي طبعا تبقى قريبة من وش الدبدوب، وهبتدي ان انا اضيف فيها 3 خرزات مرة واحدة. اي طرف من الاطراف هضيف فيهم 3 خرزات كده بالشكل ده.
تمام. ومعايا الخيط كده طالع من الجنب اهو، تمام. طرف خيط طالع لبره اهو، وطرف خيط لجوه. الطرف الخيط اللي هو لجوه ده هبتدي ان انا اعديه في الخرزتين دول اللي هي تحت اصلا في جسم الدبدوب، واللي هي فوق الجنب التاني اهو. ودي يبقى انا هنا معايا طرفين الخيط طالعين كل واحد من جنب وما بينهم خرزة، تمام اهو. هاجي طبعا على طرف الخيط اللي فوق وهبتدي ان انا اضيف فيه 3 خرزات باللون الابيض، تمام. وبعد كده 3 خرزات كمان باللون الاحمر، تمام. وبعد كده اللي هما باللون الاحمر هعتبر نفسي مش شايفاهم خالص اهو، وهبتدي ان انا بس هنا كنت بثبت الخيط اللي في الجنب عشان ما يضايقنيش. هبتدي ان انا بنفس طرف الخيط اللي طالع من الخرز الاحمر برجعه مرة تانية لكن في الخرز الابيض بس، يعني كأني عديت الخرز الاحمر ورجعت في الابيض بس، بحيث ان انا يعمل لي المثلث ده، تمام. وبسحبه بالشكل ده. ونفس طرف الخيط اللي انا عديته في الابيض بعديه بقى في الخرزة اللي كانت ما بين فتلتين الخيط، بحيث ان يتجه للخيطة الاولانية ويبقوا قصاد بعض بالشكل ده. وهبتدي ان انا اربط 3 4 ربطات كده وانهي الخيط بتاعي بكل سهولة. وطبعا بعد ما اعمل العقد دي لازم اعديه في اقرب خرزة علشان يبقى برضو التشطيب بتاعك شكله حلو وجميل. وزي ما انتوا شايفين انا عملت الايد الاتنين بنفس الطريقة، وده شكل الدبدوب. وحبيت ان انا قبل ما اركب وحدة الصوت والضوء نوزن الفانوس مع بعض ونشوف ميزانه قد ايه وتسعيره، تمام. بالنسبة للوزن بتاعه هو حوالي 170 جرام. وده معناه ايه او هيفيدني ايه في التسعير؟ كل اللي انت هتعمليه وزن الشنطة او وزن الفانوس، تمام، هتضربيه في سعر الخرز اللي انت جايباه، سعر الكيلو مش سعر الكمية اللي انت استخدمتيها. يعني الكيلو جايباه ب200 يبقى انا هضرب 170 في 200، تمام. ممكن يبقى السعر اللي انت جايباه اعلى او اقل. بعد كده الناتج بتضربيه في 1000، بعد كده بيطلع لك ناتج بتضربيه في 2، يبقى ده سعر الفانوس الخرز اللي انت عملتيه. بعد كده بتضيفي له اي اضافة او سعر اي اضافة انت ضفتيها، زي مثلا وحدة الصوت والضوء، تمام. على حسب بقى انت جايباها ب20 25 30، فهماني؟ هتضيفيها على الناتج الاخير اللي طلعلك، هيطلعلك كده سعر الفانوس تبيعيه بكام، تمام. دلوقتي احنا بنركب وحدة الصوت والضوء. طبعا انا لفيت بس ربطة بسيطة كده علشان هي كانت طويلة شوية. بعد كده ببتدي ان انا اعديها بكل سهولة، تمام. بعد كده ببتدي ان انا اضغطها كده بالراحة علشان تثبت معايا وتبقى ثابتة. مش عايزاها تبقى طالعة لبره كده، لا انا عايزاها تبقى مضغوطة زي شغل الجاهز بالظبط. وعلى فكرة بتبقى متماسكة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم انها بتغني 4 اغاني وبتعمل انوار وصوت حلو قوي قوي. بس كنت مشغلة الاضاءة بقى فما كانتش باينة قوي. مش عايزاكم تنسوا تتابعوني على صفحة القناة فيسبوك، هسيبها لكم في اول تعليق مثبت علشان تقدروا تقولولي تحبوا نعمل ايه في الورش اللي جاية ان شاء الله، بناء على طلباتكم وعلى رغباتكم. اهم حاجة بس عايزاكم تعرفوا ان انا دايما بخلص الاوردرات اللي معايا وبعد كده بنفذ لكم اي حاجة تطلبوها. وطبعا كالعادة هستنى رأيكم في التعليقات، تقولولي ايه رأيكم النهاردة في الورشة بتاعة الفانوس القمر ده، وكمان حابين نشارك ايه في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. ولو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم.